يعني كفار قريش عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت لو تقرا قصص الانبياء تحس ان هي نفس القصه. الله والنبي بيقول نفس الجمله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، لان هي رساله واحده. هتلاقي ايه؟ انا لنراك في سفاهه، انا لنراك في ضلال، وتلاقي نفس الكلام. فربنا هنا بيعلمك في القران، بيقول لك اصلا عشان انت عايز تعرف ايه هو الكلام، عايز تعرف بيهاجموا ازاي وبيقولوا ايه، اهو هتلاقيهم دايما يتهموا بالكذب، وإنا لنظنك من الكاذبين. تتعلم كلامهم، فلما تتعلم كلامهم تلاقيهم بيقولوه هم، وبعد كده تستغرب تقول أتواصوا به. ده اللي ربنا قالوا أتواصوا به. بعد كده ربنا فهمك هم مش تواصوا به ولا حاجة، بل هم قوم طاغون. هو الطغيان كده، هو الإنسان اللي بيطغى، هي نفس الشهوات، نفس النفوس، نفس الأمراض، نفس الهوى، ونفس الشيطان، فبيودين نفس النتيجة. فتلاقي اللي بيهاجموا قوم سيدنا هود، قوم عاد، بيعملوا معاه زي بالظبط ما قوم ثمود بيعملوا مع سيدنا صالح، زي بالظبط قوم لوط بيعملوا مع سيدنا لوط، هو نفس السيناريو. فهو مش تواصوا به ولا حاجة، إنما هي نفس النفوس. عشان كده ربنا هنا بيعلمها لنا بقى، بيقول لك هي وفي أول السورة بيقول لك إن هم أصلا في قول مختلف. تتعلم من القرآن إيه هي الأقوال دي. مثلا إنا تطيرنا به، سمعتها كم مرة دي؟ هتلاقي نفسك سمعت في سورة الأعراف، هتلاقي فرعون قالها لموسى، فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة قالوا تطيرنا بك وبمن معك، ألا إنما طائرهم عند الله. في سورة ياسين هتلاقي نفس الحاجة، قالوا تطيرنا بكم. هذا نفس الحاجة. تطيرنا يعني إيه يا جماعة؟ عشان بس نفهمها بسرعة كده. هو كانوا زمان عندهم التشاؤم بالطير. يعني هو إيه؟ في طير معين يلاقوه طاير في اتجاه معين، يقول لك خلاص لا انا مش نازل النهارده، ماشي. فبقت تطيرنا معناها تشاؤم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طايره، فهم كانوا طايره معناها تشاؤم. فهم دايما ايه، ايوه انتوا اللي هتبوظوا لنا الدنيا وهترجعونا لورا، وانتوا السبب دايما في كل حاجه وحشه بتحصل. هي نفس الكلام الله تسمعه دلوقتي، وهتسمعه في قوم ياسين، مؤمن آل ياسين، وهتسمعه مع سيدنا موسى، وهي نفس السيناريوهات. لما تتعلمها من القرآن تقدر تعرف الحق والباطل بسهولة قوي. فعلا بقى الحق والباطل مربوط بإيه؟ مين هيعمل زي دول مين هيعمل زي دول، بس خلاص. فربنا هنا بيتكلم عنهم ويقول إنهم إيه؟ مختلفين في الأقوال وفي رأيهم وفي اعتراضاتهم وفي شبهاتهم وكل مرة يطلعوا بحاجة. وفي سورة المدثر بيوريك إزاي في زمن بقى النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي إن هم جابوا بعض كده وقعدوا، اتكلمنا في ده في السيرة، قعدوا وجابوا الوليد بن المغيرة أبو سيدنا خالد بن الوليد، وبدأوا إن هم إيه يقولوا له، هو بدأ يقول لهم خلي بالكم، يعني أصل هم موسم حج وناس إحنا هنقعد نخبط، لازم نوحد الخطاب عشان مش هينفع قول مختلف. دي لما بتتقفش بيبان إن إحنا مش واقفين على حاجة. وهنعمل إيه؟ طب هنقول عليه إيه؟ ما هو مش معقول يبقى كاهن، دي مش كهنة، دي مش هو ده شغل الكهنة. شعر ده مش شعر، إحنا عارفين الشعر، احنا ما بنعرفش نقول اصلا الكلام ده عشان نتكلم بيه. هتلاقي انه فكر وقدر، فربنا يقول فقتل كيف قدر، ازاي يفكر كده بدل ما يؤمن. ثم نظر ثم عبس وبصر. ربنا بيوصف تعبير وشه، بصر يعني عمل كده، يعني قاعد يعمل كده ويفرك دماغه كده، ثم فقال ان هذا الا سحر يؤثر. احنا مش هينفع احنا هنقول انه سحر. شوفوا القول المختلف عاملين ازاي، إنكم لفي قول مختلف. فربنا يقول إيه بقى؟ يؤفك عنه من أفك. يؤفك يعني يضل عنه من يضل. يعني إيه؟ يعني اللي عايز الحق هيلاقيه في القرآن، اللي عايز يضل هيضل يا جماعة بالقرآن. وده في القرآن موجود كتير، زي في أول سورة البقرة قال إيه؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يعني الآية دي نظير الآية دي، اللي عايز يضل هيضل بالقرآن. يعني اللي عايزة تمسك القرآن كده وهي مش عايزة الحق وعايزة القرآن يقول لها صح الحجاب، صح ان انت العين، يعني هي عايزة القرآن هيقول لها. هي دي اللي ربنا قال، مش يعني ده مش القرآن هو، بس هو ربنا هيضل اللي عايز يضل. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني ايه المتشابه ده يا جماعة؟ متشابه ده هو يحتمل كذا معنى.
ليه يا رب عملت المتشابه؟ طيب عشان دي. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يقول اهو ربنا بيقول اهو، يبقى خلاص، يبقى هيرحمهم، يبقى يغفر له. طب ما في ايات محكمه بتقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث. يعني ما فيها الايه اصلا، يعني الجمله مكتوبه، انت هتهرب منها ازاي؟ ربنا اللي يريد انه يضل هيضل يا جماعه. اللي عايز من الدين، عايز بالدين انه ما يصليش، مش عايز، حاضر. اللي عايز بالدين انه ما، حاضر. اللي عايز ايه؟ كله ما ليه يؤفك عنه من أفك. فأهم خاصية تبقى عندك هي والله خاصية الصدق. اهدنا الصراط المستقيم. طب بتبدأ القرآن بالمعنى ده، اهدنا الصراط المستقيم. فربنا يقول لك في الصفحة بقى على طول، بدأت القرآن اهو، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ماشي؟ فأنت داخل بالنفسية دي، داخل بالقلب ده، واحد بيتقي ويبحث عن الهدى وبيروح لربنا بس خلاص. انما اهل الباطل دول هم اصلا مش عايزين، يؤفك عنه من أفك. ربنا بيقول قتل الخراصون. قتل يعني ايه؟ قتل ربنا بيدعي عليهم، يعني قتل الانسان. فقتل كيف قدر. قتل دي بتدعي على واحد، تدعي على واحد انه يهلك، خلاص ده معنى قتل. فربنا الخراصون يعني ايه يا جماعه؟ الخراصون اللي بيكذبوا دول، اللي عمالين في قول مختلف دول. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يوم بعث ايه ومش بعث ايه. فربنا هنا بيوصفهم عشان بس تبقى فاهم. تعالى ناخد صفاتهم هنا. خراصون في غمرة ساهون، غفلة بقى وتوهان، وبعد كده ايه؟ يسألون أيان يوم الدين، يقعدوا بقى يهروا بقى ويتكلموا بطريقة وفين وامتى وبعد كده في آخر خالص هذا الذي كنتم به تستعجلون. ساعات يعملوا ايه؟ طب فين يا عم؟ ورينا يا عم. وقالوا ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجار. فشوف تحس كده ايه؟ 3-4 آيات دول وصفت لك الناس دي عايشة ازاي، عاملة ازاي. الذين هم في غمرة. اما حاجة لما واحد بيغمر يعني واحد متغرق. متغرق بايه؟ بالسهو، ساهون، بالغفلة، بالتوهان، بالسرحان. يعني هو سرحان، النهارده عندي ايه وبالليل عندي ايه وبكره هعمل نفسي اجيب العربيه دي والشغل ساحلني والجامعه مش عارف ايه. مشغول. هو مش مشغول بايه؟ هي دي حاجات حرام؟ لا مش حرام، بس مش هو ده اللي اتخلق عشانه. والصوره دي بتفكروا في الاخر خالص. قالت ايه؟ وما خلقت، قالت الايه يعني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ده الحاجه الاساسيه اللي انت مخلوق عشانها، اللي انت بتبص عليها، اللي انت بتعيش عشانها. انما دول في سهو بقى فظيع. هنعمل ايه ونفسي اسافر وعايز اعمل وعايش في سهو، مغمور في السهو ده. فوصفت لك كده دول. وبعد كده ربنا قال ايه فجأة؟ بص يعني احنا بنتكلم عنهم دلوقتي، يسألون ايان يوم الدين. يسألون ايان يوم الدين. ربنا يقول يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. على طول مفيش بقى ايه، لا خلاص مفيش اخذ ورد. هم قاعدين في الغمرة وبيسألوا وبيسخروا وبيكذبوا. فجأة بتلاقي الآية تحسسك هم جوه النار. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. الفتنة يا جماعة يعني تجيب حاجة تقعد تولع فيها ويقال لهم ذوقوا هذا الذي كنتم به ايه؟ تستعجلون. هذا الذي كنتم به تستعجلون. وبعد كده ربنا يقول إن المتقين في جنات وعيون. اتكلمنا عن المكذبين، اتكلمنا عن اللي بيعرضوا، اتكلمنا عن اللي عمالين يقولوا أقوال مختلفة ويقلدوا بعض. نتكلم عن المتقين. لازم دايما يا جماعة القرآن والدين واللي انت عايش على أساسه إن هم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن هم طريقين وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلازم تبقى يعني الإيمان السوي، المسلم البالانس المستقر المتوازن دايما عنده الاثنين، عنده الخوف وعنده الرجاء، فعنده الجنة وعنده النار دايما. قال الله إن المتقين في جنات وعيون. يعني لما دايما يا جماعة برضه معلش عمرك دايما ذكر الجنة عمرك مثلا مش هتلاقي ايه ان مثلا المتقين في معاهم حته مثلا لحمه قد كده، مش هتلاقي دي. يعني مش هتلاقي دايما، تلاقي فيه يعني هو مغموس، هو فيه
جنات وعيون. دايما الموضوع اكتر من اللي انت محتاجه. دايما الموضوع كتير قوي. يعني هات لي مره ايه عن القران او ايه عن ذكر الجنه وبتتكلمك عن حته في النعيم، نقطه كده، يعني مفيش والله. هتلاقي دايما هم جوه الجنات جمع عيون. طب احنا مش محتاجين جنات وعيون والكلام ده، بس هو احنا مش بنعمل اللي انت محتاجه. احنا في الدنيا كده، انا عندي بيت الحمد لله، بيت، انا محتاج بيت، عندي بيت. انما في حد مثلا في الدنيا مثلا عنده 1000 بيت؟ مفيش حد عنده 1000 بيت، حتى لو اغنى، حتى لو مين يا جماعه هو يعني معلش اخره يبقى عنده يعني مثلا عندك كام عربيه. انا لسه فاكر فيديو قريب كده لكريستيانو رونالدو، حد مش عارف شاف فيديو، المهم حد ساله عندك كام عربيه فقال له 20s. هو بيقول له انا داخل في العشرين، هو مش عارف، الراجل مش عارف عنده كام واحده. انا متاكد انا عندي 2، فانا واحده ومراتي واحده الحمد لله تمام. طب بس برضه عارف يعني ايه 20s؟ بس خلاص 20 يعني لو حطيتهم تحت البيت خلاص هي دي حاجه. يعني قصدي مش مثلا ايه شارع شهاب كله ما فاهم جامع الدول دي، لا هو حتى ده مش هيكمل معرض، صح؟ ليه؟ عشان هو الانسان ما بيجيبش يعني اخره يسرف، ده اخره في الاسراف، ده اخره في الاسراف. يعني ما فيش حد مثلا عنده مثلا ايه، انا عندي 50 فيلا مثلا و40 قصر مثلا و70 شاليه. مفيش حد عنده كده، مفيش حد عنده كده، ماشي؟ يعني ما تقلقش، هو يعني ايه مش هو مفيش. ليه؟ لانه الانسان اصلا يعني ايه اللي يخلي واحد يبقى عنده 50 فيلا؟ هيقعد فيهم امتى اصلا؟ يعني هيقعد فيهم امتى؟ مفيش اصلا. انا فاكر كان في حد كده مش فاكر فين، يعني في اليمن ولا ايا كان، يعني زمان يعني وكان عندها قصر، ملكه من الملوك يعني، الملكات يعني، وكان عندها قصر فيه 365 اوضه. طبعا انتوا فاهمين الفكره، ماشي؟ بس هو قصر واحد وبرضه 300، يعني فاهمين؟ مش مثلا ايه عندها مثلا ايه 50 قصر مثلا لا. هو ليه؟ لان انت ده يعني انت مش يعني هي فعلا كده هتموت من غير ما تشوفهم اصلا، يعني مش من غير ما تلحق تفرشهم حتى. انما الجنه، انا فعلا النقطه دي تتدبر. الجنه فيها الكثره العجيبه، جنات. طب يا رب انا بجد كل اللي عايزه في الجنه، يعني بص عايز اطمع قوي، عايز ايه في الجنه؟ عايز قد الدنيا. يعني ده اصلا حاجه غير يعني برضه انا كده ببالغ عشان انا عارف بس ممكن اقول ده. انما انت عايز ايه؟ لو انت عايز في الدنيا هو ده اللي انت، لو انت كنتش قلت لك عايز ايه في الجنه كنت هتقوله 2 3 4 5 10 والله هتقف دايما عند حته. الجنه بقى البراكت واسع قوي يا جماعه، جنات وعيون، حاجه عجيبه جدا. كلها بقى كده، كل مره كده، مش مثلا المره دي بس، دول بس، هي اصلا كده. فربنا يقول ايه بقى حالهم بقى؟ يعني ده مشهد كده. احنا هناخد دايما الجنه بتوريك ايه، عارف؟ كأن فتحت لك ستاره تبص كده وتقفل تاني. ده اللي بيحصل في الجنه. كل مره ربنا بيتكلم على الجنه في حته، في ستاره كده اتفتحت، قمت انت باصص على شويه ناس بيعملوا حاجه وخلاص. بس اخذين ما اتاهم ربهم، ناس قاعده وايه اللي بيحصل؟ في حاجه جات لهم احنا مش عارفين على فكره. اخذين ايه؟ ما اتاهم ربهم، اللي هو ايه يا رب؟ ما انا المره دي ما قالش. في حاجه جات لهم وهم بيعملوا ايه؟ يتلقوها. اخذين ما اتاهم ربهم، بس خلاص. على فكره الستاره قفلت، يعني بقيه الايه خلاص بتتكلم انهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين. شوف التشويق ممكن يبقى عامل ازاي. يعني اتفتح لك على واحد بياخد حاجه، ايه ايوه بياخد ايه؟ طيب استنى عايز اشوف، عايز اعرف هو هيعمل بيها ايه. يعني لما تروح بقى، لما تروح. احنا اصلا الجنه احنا ما نعرفش منها غير الاسماء، الالفاظ. ايه اللي في الجنه انا ما اعرفش. انا بس عشان اشوقك للجنه بقول لك انه فيها عربيات، وانت بقى تخيلت عربيات الدنيا، انما ما اعرفش، ممكن ما اعرفش فيها ايه بجد. يعني ما اعرفش يعني ما اعرفش ايه وسائل المواصلات بتاعت الجنه. انما يعني انا بحاول اقرب فبقول لك ايه، فهنقول حصان بيطير، صح؟ ما احنا هنقول حصان بيطير عشان عارف انه حصان واقصى ما يمكن ان هو يطير، صح؟ ولا عربيه بتطير. حد ينفع نقول حاجه ما نعرفهاش؟ ما نعرفش، بس هي فاهم في ايه ما نعرفش. فهو بيتقال لك بص في ناس قاعده جوه الجنه دي في الحاجات اللي ما تعرفهاش دي. انا بالنسبه لي دي يعني ايه، يعني دي جديده، متعود انا على وصف دقيق يقول لي ايه اللي بيحصل. دي اول مره ايه احسها، انه ايه بص في حاجه جوه بس خلاص. سبحان الله فعلا انهم كانوا قبل، لان احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي عن الجنه، عايزين نتكلم عن حالهم في الدنيا. الناس دي اللي عملوا كده دي كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا عاملين ازاي يا رب؟ من الاخر ما انا بقرا القران مش عشان
يا بختك وخلاص. انا بعمل قرآن عشان احاول ابقى زيهم وابقى معاهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. حالهم مع ربنا قيام، قليلا من الليل ما يهجعون، بيناموا قليل، يعني بيصلوا كتير، او العكس على فكره، معناها يا كده يا كده، يعني يا اما في وقت بيصلوا يا اما بيناموا قليل. يعني ما يا اما تبقى معناها ما يهجعون، يعني يا اما ما يهجعون، ماشي، ما النافيه يعني، بس عشان ما تتلخبطش يعني من الاخر هم بيعملوا ايه؟ بيصلوا قيام الليل، بيصلوا بالليل، مش كله نوم، يعني من الاخر يعني مش كله نوم، ماشي. وبالاسحار هم يستغفرون، وقت السحر اللي هو وقت اللي قبل الفجر، وقت اول الفجر ده يستغفروا. ومفيش متقي الا وبيستغفر. مش الموضوع مش موضوع هو بيعبد قد ايه، هو واحد زي ما قلت لكم عنده التوازن ده، عارف حاله، فمبدا ان هو منكسر فبيستغفر ده اساسي. ربنا بيتكلم عن عباد الرحمن الذين زي دول تحسهم، بص الايه برضه نظيره اهي، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ايه يصرف عنا عذاب جهنم. خلاص، هو يا جماعه اللي بيعرف ربنا حقا وبيعرف الاخره بجد وبعد كده بيكتشف فعلا حقيقته، بيتحول لانسان منكسر كده، فهم ان هي برحمه ربنا، وانه يا رب اغفر لي، وانه المغفره هي كل حاجه، فهم يعني.